تعالي قولي لي، هو انت بتحاولي ترسمي الصوره قدام صحابك وقدام كل اللي يعرفوكي والمتابعين ليكي على ان حياتك حياه ورديه؟ حبيبتي مفيش حاجه اسمها حياه ورديه، الحياه فيها معاناه وفيها كبد وفيها لحظات حلوه ولحظات وحشه. كونك عماله تصدري الصوره انك انت حياتك بيرفكت ومهمله جوزك ومهمله بيتك ومهمله عيالك، شايفه ان هو ده الصح؟ نظرة الناس ليكي على وتحسدك على حياتك هو ده اللي بيحسسك بقيمتك. كتير من الستات بلاحظ ان هم الفنفنة بتاعتهم والمنظرة بتاعتهم بتغذي عندهم احساس ان احنا كويسين، ما بياخدوش بالهم انه زي ما في كويس في وحش. طب ما تصدر لنا الوحش في حياتك كمان. مش عايزة اضايق الناس، لا، هو انت مش بنضايق الناس، هو احنا بنوريهم حياتنا الطبيعية شكلها ايه. الحياة الطبيعية بتاعتنا بيبقى فيها لحظات انبساط، فيها لحظات مضايقة، بس في كل الأحوال احنا بنقول الحقيقة، مش بنديهم جزء من حياتنا ونقول هي حياتنا كده الحقيقية كده. لا، ده كذب باين، مهما سميتوه حاجة تانية ده كذب باين. نمرة 2، التصدير ده كله حضرتك شايفة ان أسرتك موافقة عليه؟ حضرتك شايفة ان جوزك مبسوط بان هو حياتكم الفنفنة والحاجات اللطيفة دي اللي متشيرة؟ هو موافق بجد، ولا السكوت انت واخداه على انه علامة رضا وهو مش علامة رضا؟ لاني بشوف كتير من الرجالة بتيجي تقول لي انا مستاء من انه السوشيال ميديا واخدة من وقتها اكتر من اللي بتديهولي، اكتر من اللي بتديه لولادي. وساعات ستات تعدي تقول نفس الكلام، طول الوقت ماسك التليفون وعمال يور شمال ويمين على الصفحات المختلفه وما بيدينيش الوقت ده. ممكن نكون بنطلع وممكن نكون بنشير وممكن نكون بنستعرض حياتنا الحلوه قدام الناس، بس ده كله داخل في اطار ان انا مش بتفاهم مع اللي قدامي، مش بتواصل مع اللي قدامي، بينما بتواصل مع ناس انا ما اعرفهمش. نقطه نظام في الحته دي، راجعوا نفسكم فيها. ممكن تكونوا محتاجين تقللوا السكرين تايم بتاعكم، ومحتاجين تستثمروا في علاقاتكم الإنسانية الحقيقية.